دي جريمة حصلت في الحقيقة، وفي الآخر هقول لكم دي جريمة مين ومين الضحية، وهتكلم كمان عن القضية والمسلسل ككل. يعني الحكاية بتبدأ في المنصورة سنة 2022 مع واحدة اسمها ميار، وهي بتتكلم في التليفون مع حد اسمه أحمد، وبتقول له إنها مش هينفع تسيب الخط مفتوح علشان صحابها ما ياخدوش بالهم إنها بتكلمه، وفعلا بتقفل معاه وبتروح لهم. وفي واحدة منهم اسمها نادية بتكلم مامتها وبتطمنها إن محصلش حاجة، وإنها رايحة تقعد عند واحدة صاحبتها اسمها ليلى، وبتقفل معاها. فليلى بتستغرب، قالت لها كده ليه؟ فبتفهمها انها لو كانت قالت لها انها رايحه الجامعه علشان تمتحن ما كانتش هتسكت علشان خايفه عليها. وبيركبوا بعد كده الاتوبيس علشان يروحوا الجامعه علشان يمتحنوا الماده اللي سقطوا فيها السنه اللي فاتت. وهم طالعين ليلى بتستغرب وبتسال ميار هي ازاي رايحه معاهم الامتحان مع انها نجحت في الماده دي السنه اللي فاتت. فبتتوتر وبتقول لها لا انها سقطت، بس هي اكيد اللي ناسيه. ولما بيقعدوا في الاتوبيس ميار بتقعد جنب ناديه وبتشم ريحه وحشه وبتكون مخنوقه، وليلى وسماح بيقولوا لناديه انها ما كانش ينفع تكذب على مامتها، وكانت المفروض تقول لها الحقيقه وانها رايحه تمتحن، بس قالت لهم انها ما كانتش هترضى عشان مامتها سمعت ان الولد اللي بيطاردها ناولها على مصيبه، فكانت هتخاف تروح الجامعه، وانها مش ناويه تعيد السنه علشان خوفها من الولد ده. وبعد كده بتقول لسماح انها تبدل معاها المكان، وبتشاور لها على ميار من غير ما تاخد بالها علشان تفهم ان بسبب الريحه، فبتوافق وبيبدلوا الاماكن. وهي كمان بتشم ريحه وحشه طالعه من ميار بس بتداري علشان ما تحسسهاش بحاجه. وفي واحده من الركاب بتزعق لهم بسبب الريحه، بس سماح بتقوم وبتهزقها وبتدافع عن صاحبتها. وبعد كده بتقعد علشان تراجع مع صحابها الماده، وبيجي رساله لميار من احمد وبيسالها على مكانهم دلوقتي، بس بتقفل التليفون بسرعه علشان محدش ياخد باله. وفي حد بيتصل على ناديه فبتقول لميار تجيب تليفونها، فقالت لها انه فاصل شحن، وده علشان ما تشوفش الرساله بتاعت احمد. وساعتها بتاخد تليفون ليلى وبتفتح فيديو لصوت بحر، وبترد على المكالمه وبتقول للشخص اللي بيكلمها انها في الساحل عشان يعرف انها غنيه وبتروح الاماكن دي عادي، وبيتفق معاها على ميعاد هيتقابلوا فيه في القاهره وبتقفل. وساعتها بتيجي رساله تاني من احمد وبيهدد ميار علشان ما ردتش عليه. وبعد كده بيسالوا ناديه على الشخص اللي كانت بتكلمه دلوقتي، وبتقول لهم انه واحد اسمه عمرو شافها في القاهره وكانت فاكره انه بيعاكسها، بس فهمها انه عايزها في شغل اعلانات وتمثيل علشان شكلها حلو. بس سماح قالت لها انه بيضحك عليها علشان يتكلم معاها، بس بتقول لها لا وانه فعلا يعرف ممثلين، وورت لها صوره مع الممثلين. وبيجي رسائل كتير من احمد لميار، فعلشان تسكته ردت عليه وقالت له انهم داخلين على المحطه. وناديه بتكمل وبتقول لهم ان عمرو كان بيكلمها دلوقتي علشان عايزها في اعلان لبراند ملابس مشهور، وبتوريهم البراند بتاع اللبس وبيبقى اللبس قصير جدا. فسماح بتزعق لها بسبب ان اللبس قصير وانها كده بتساعد الناس انها تتكلم عنها. ولما قالت لها انها بتعمل كده علشان حلمها انها تمثل وانها ملهاش دعوه بالقرار اللي بتاخده، فقالت لها انهم صحاب ولما تعمل حاجه غلط هتضرهم هم كمان عشان الكلام اللي هيتقال عليها هيتقال زيه على صحابها، وان كمان الولد اللي بيطاردها وراعبها راعبهم هم كمان علشان صحابها. فناديه لما بتسمع الكلام ده بتتضايق منها وبتقوم تقعد في مكان تاني، فميار بتروح تقعد جنبها علشان تواسيها. بس ساعتها بيجي رساله من احمد لميار وبيقول لها انهم شافهم وهيركب الاتوبيس، وفعلا لما بتبص بتلاقيه ركب ومخبي شكله بالكاب وركب ورا علشان محدش فيهم يشوفه. وناديه بتكون متضايقه من ريحه ميار فبتطلع البرفان وبترش منه، وبتسالها اذا كانت هي كمان عايزه ولا لا علشان ما تقولهاش بطريقه مباشره ان ريحتها وحشه. وفعلا بترش منه وبتقول لها انها راحت لكذا دكتور علشان موضوع ريحتها، بس الدكاتره قالوا لها ان ده مرض نادر اسمه ريحه السمك العفن، وانه مزمن ومش بيتعالج، وان كل فلوسها ضايعه على الشامبوهات والبرفانات، لكن برضه مش بيعمل نتيجه. وساعتها ناديه بتواسيها وبتقول لها انها مش شامه حاجه. وعليا اختها بتتصل بيها وبتقول لها انها عرفت انها رايحه الجامعه، فناديه بتقول لها بلاش تقول لمامتها حاجه علشان ما تخافش، وان كده كده الولد مش هيعمل حاجه وانه على طول بيهدد وخلاص. وبتتكلم مع ميار بعد كده وبنعرف من كلامهم ان ميار مش مبسوطه مع خطيبها علشان مش حاسه انه بيحبها كفايه، وبيعرفوا عن بعض اكتر وبيضحكوا. وساعتها ميار بتسالها هي ليه رافضه الولد اللي بيحبها جدا واللي مجنون بيها، وانها ليه ما توافقش عليه عشان كمان هو بيحبها برغم ان حياتها مش كل الرجاله هتقبلها زي اللبس والسفر، وانها عايزه تعمل اعلانات وتمثل وهو موافق بكل ده وحبيبها، فليه ما توافقش عليه. فبتزعق لها علشان هي لسه مش صاحبتها قوي وما تعرفش حاجه عن الولد ده او هو عمل ايه وبيعمل ايه. وكمان بتكون حست بالاهانه في كلامها لما اتكلمت عن اللبس وحياتها، فبتهزقها وبتقوم من جنبها. وسماح بتيجي تقعد جنبها وبتفهم هما زعقوا مع بعض ليه، وبتقول لها انها عامله نفسها شريفه علشان بتكلم عن لبسها وحياتها مع ان حياتها بايظه، وانها كمان سمعت انها كانت بتروح للولد اللي بيطاردها ده تقعد معاه في شقته في القاهره، وانهم كانوا متفقين على الجواز، وابوها كمان قال له انهم موافقين عليه، بس هي اللي غدرت بيه ورجعت في كلامها. فسماح بتزعق لها وبتقول لها انها كانت في القاهره عند اختها، وان وعد الجواز ده ابوها لما لقى الولد عمال يجي وهو عمال يرفضه، فعلشان يسكته شويه قالوا له لما تخلص جامعتك وهي كمان تخلص جامعتها نبقى نشوف الموضوع ده بعدين علشان يهدى شويه ويسكته. لكن برضه من ساعتها هو عمال يطاردها في كل
مكان بتروحه، لغاية اخر مرة لما سحلها من التوك توك وعورها في رقبتها، وانهم عاملين فيه 7 محاضر علشان يهدى وما يتعرض لهاش، لكن برضه من غير فايدة، لغاية ما اهلها واهله قعدوا مع بعض وعملوا قعدة عرف، ومضى على نفسه وصل امانة ب 500,000 جنيه علشان ما يتعرض لهاش تاني، لكن برضه ده بيبقى من غير فايدة. لكن نادية واهلها مش عايزين يستخدموا وصل الامانة ده علشان ما يتسجنش ويضيعوا مستقبله. فميار بتستغرب ان نادية ما كانتش حتى مع الشماب اي حاجة، فبتقول لها ان كل الموضوع ان هو عمل لها بحث في الجامعة، وهي ابتسمت له وقالت له شكرا. ومن ساعتها وهو مجنون بيها وعمال يطلع عليها الكلام اللي هي بتقوله ده، وان عيب لما هي تسمع الكلام وتقعد تقوله كده من غير ما تعرف الحقيقة، وان نادية مش عايزة تروح القاهرة علشان تمثل او تعمل اعلانات، لكن في الحقيقة هي عايزة تعمل كده علشان تهرب من الرعب اللي هي عايشاه بسبب الولد ده. وساعتها احمد بيبعت رسالة لميار، فسماح بتسألها هو الولد ده بيكلمها، فبتتوتر وبتقول لها وهو هيبعت ليه وهي اصلا مش صاحبتها زيهم. فبتستغرب علشان هي قالت نفس الكلام اللي هو بيقوله، بس بتقول لها انها سمعت كده من خطيبها ومن كام شخص في الجامعة. وساعتها ليلى بتنادي على سماح، ولما بتروح لها بتلاقي نادية بتعيط، ويعرفوا انها بتعيط علشان دخلت تبحث عن عمرو اللي هيخليها تعمل اعلان، ولقت ان في بنات كتير بتقول عليه انه متحرش، فبتعيط علشان كل ما تحاول تقرب من حلمها او تهرب من اللي هي فيه في حاجة بتعطلها. فساعتها ميار بتستغل الدوشة اللي هم فيها وبتروح لاحمد اللي بيبعت لها الرسايل وركب معاهم الاتوبيس، وبنعرف ان هو الولد اللي مجنون بنادية واللي بيطاردها، وبتسأله هو ليه ما قالهاش عن وصل الامانة، فبيكذب عليها وبيقول لها ان اهلها خلوه يكتب وصل الامانة بالعافية. وبنفهم من كلامهم انه فضل يكذب عليها بكلام كتير، وان هو الضحية، وان نادية واهلها استقوا عليه وعشموه وغدروا بيه علشان تساعده وتخلي نادية تقتنع بيه او توصله بيها علشان بقاله كتير مش عارف يوصل لها. لكن هي بدأت تفهم انه كان بيضحك عليها وان كل كلامه كان كذب، فبتقول له انه ينزل من الاتوبيس حالا، يا اما هتقول لهم انه موجود معاهم. فقال لها انه هينزل بس بشرط ان صورها اللي معاه هيبعتها لخطيبها، وكمان هينزلها على النت ويخلي المنصورة كلها تشوفها. وبيستهزأ وبيقول لها ان ريحتها حلوة قوي، وساعتها ما بيكونش عندها حل غير انها تسكت. بس لما بترجع بتقول لنادية انها ما تروحش الجامعة، فصحابها بيستغربوا انها بتقول كده ليه دلوقتي، بس مش بتعرف ترد وبتعمل نفسها اغمى عليها علشان يودوها المستشفى ونادية ما تروحش الجامعة. بس لما بتلاقي ان ليلى بس هي اللي هتوديها وان نادية برضه هتروح الجامعة، فبتقول لها انها خلاص بقت كويسة. وصحابها بيستغربوا طريقتها الغريبة دي، وبتقعد تاني وبتقول لنادية انها اسفة علشان صدقت الكلام اللي اتقال عليها، وان احمد كان بيبعت لها زي ما كان بيبعت لسماح وليلى، وانه ماسك عليها صور علشان كده ما عرفتش تقول له لا، بس بتحلف لها ان الصور دي متفبركة، وانه عمل كده علشان يخلي ميار ترجعه ليها او تحببه فيه. وبيكونوا وصلوا للجامعة وهم جايين نازلين، ميار قالت لنادية انها ناجحة في المادة دي من السنة اللي فاتت، وانها ما عندهاش امتحان اصلا، بس هي جت النهاردة معاهم علشان تلين قلبها عليه وتخليها تحبه بسبب تهديده ليها، وانه قال لها انه هيعمل لها مفاجأة النهاردة وهيتقدم لها في الجامعة، بس كان عايز يتأكد انها مش هتصده او مش هتكسفه. وبتقول لها كمان انه كان معاهم في الاتوبيس وانها خايفة عليها، بس ساعتها نيرة قالت لها بكل شجاعة انها عايزاه يقرب لها علشان توريها هتعمل فيه ايه، وبتطمنها وبتضحك لها، وبتنزل علشان تروح امتحانها. ولما بتلف علشان تقعد بتلاقي احمد قدامها وبيسألها وهو بيعيط انها عرفت تقنعها انه يخطبها ولا لا، بس بترد عليه بكل غل وبتقوله انها بتكرهه وانها مش خايفة منه ويعمل بالصور المتفبركة اللي معاه دي اللي هو عايزه، بس بيوعدها انه خلاص هينزل علشان ينهي الموضوع. فبتفتكر انه هينهي الموضوع في انه يودعها ويسيبها في حالها، لكن بتبص من الشباك بتلاقي انه طلع سكينة من الشنطة وبيطعن بيها نادية او نيرة اشرف، وساعتها بتفضل تعيط انها ساهمت في موت صاحبتها، وبنعرف انه اتحكم عليه بالاعدام. وطبعا دلوقتي اغلبكم كده خلاص عرف ان دي قضية نيرة اشرف، يا ريت تدعوا لها بالرحمة. واهلها طلعوا في لقاءات كتير واتكلموا عن الحلقة اللي اتعملت دي، وان كل حاجة اتقالت في الحلقة حصلت في الحقيقة فعلا، وان فعلا كان راكب معاهم الاتوبيس، وان كل الكلام اللي دار في الاتوبيس ده حصل في الحقيقة فعلا. وده مسلسل جديد بينزل منه كل حلقة بجريمة حقيقية حصلت في الحقيقة. فلو الفيديو ده عجبكم وعايزين نعمل الحلقات الجديدة او الجرائم الجديدة، فيا ريت تعملوا لايك للفيديو عشان تحمسوني ان انا انزل الحلقات الجديدة، وتقولوا لي فعلا عايز اكمل الحلقات ولا لا في الكومنت، او تقولوا لي ايه رايكم في الحلقة او في الفيديو عامة. ويا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة اللي هو اشتراك يعني، وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما انزل الحلقات الجديدة يجيلكوا اشعار بيها. ودي الافلام اللي موجودة عندي في القناة لو انت حابب تشوفها. وبس كده، نشوفكم في فيلم جديد، ويلا سلام.